معك أحمد خليف الزايدي. حبيت أأكد على قضية مهمة، وهي أن طاعة سمو الأمير والولاء للأسرة هي قضايا ما حد يزايد عليها، وقضايا قبيلة عنزة والقبائل الأخرى وأفراد الشعب الكويتي جميعا يأكدون على هذا الأمر. لكن ولي الأمر أعطى الحق لنواب الأمة اللي منهم نواب من قبيلة عنزة ومن غير قبيلة عنزة، أعطاهم الحق بمساءلة الوزراء ورئيس الوزراء، وأعلن بأنه يحمي الدستور وأن الدستور يعطيهم الحق في ذلك، وطالب كل من عنده وجهة نظر من النواب أن يذهب ويعبر عن وجهة نظره تحت قبة البرلمان، وهذا ما فعله النواب المستجوبون. وبالتالي أنا أعتقد بأنه ما في يعني خطأ ولا في مخالفة ولا في عصيان لولي الأمر القيام باستجواب سمو رئيس الوزراء. أحمد خليف الزايدي. نعم. أكمل بس كلمة واحدة، كلمة تسمح لي بس، تسمح لي أنت. نعم تفضل. تفضل. احنا كلنا تحت راية ولي العهد. سمو الأمير. نعم ولي العهد. نعم. ونحن جايين نزاود على موضوع ان ما حد يزايد. احنا اطيب من الناس ولا ما حد يزايد، لا ما حد يزايد. احنا مواطنين مخلصين، بس اسمح لي. نعم. اسمح لي، موضوع الاستجواب حق دستوري. صحيح. انا معك مثل ما تقول، لكن مو بالطرق اللي قاعد. لا بس انت قلت احنا رافضين، يعني قلت رافضين الاستجواب. تريد تسكر على الحلول؟ لا بس عفوا. هذا راي القبيله وراي وجهاء. لا احنا من القبيله، احنا من القبيله. احنا من شباب القبيله وعندنا وجهه نظر ثانيه. الطريقه اللي تشوفه يترك صالح لك. طيب وانا قاعد اعبر عن وجهه نظري في ديوانك، انت دعيتنا. انت دعيتنا. انا بس في قضيه بس مهمه، انا توقعت للامانه ان اول شيء يصير ليله هو استنكار الاعتداء على ديوان احد شيبان القبيله. للاسف الشديد انه صار في تجمعات في عده دواوين، ما حد تكلم، يعني ما صار فيه ولا شيء، لكن لما يصير اعتداء في بيت نائب عنزي ما يخالف. تفضل. نعم تفضل. بالنسبه لولاة الامر ترى ارحم منا على انفسنا. نعم. تسمع ولا لا؟ غلط طلع غلط، هم يتعاملون معنا بس بالطرق السلميه والطرق اللي نقدر احنا نتفاهم مع المسؤولين الكبار بالطرق السلميه وباحترام الاخر. الاستجواب طريقه سلميه. اسمح لي يا حبيبي. تفضل. لكن في شبهه، اعتقد ما ادري شنو الشبهه الموجوده. شنو؟ اسمح لي، التفاهم انت مع الاخرين والقانونيين والتفاهمون مع ولاة الامر، ولاة الامر حتى بالشريعه الاسلاميه وبالقران الكريم، وانت رجل دين وكذا تعرف الشيء هذا. من يتكلم ابوك معك يقول لك لا خلاص بعد ما تقدر تجاوب وتفتح حلقة. ولي الامر قال استجوبوا تحت قبه البرلمان. بس انا تفضل. نحمد الله، احنا بلد ديمقراطي كل يقول اللي يبيه. احنا طال عمرك نمثل قبيله، وانا من القبيله وعندي راي. على راسي. تفضل. خلينا نكمل. تفضل. احنا نمثل قبيله، احنا نمثل المواطن البسيط الكويتي، ما لنا شغل بالاجنده الثانيه. احنا نمثل طال عمرك كلها تحت طاعه وسمع ولي الامر اللي هو صاحب السمو امير البلد. بس كلنا تحت رايه. طيب. نعم. انت تفضلت في البيان هذا اللي قريته. حبيبي اسمعني حبيبي. شوف اذا نبي نحل مشاكلنا ما فيش مهاترات. لا ما في مهاترات. بس القبائل الثانيه اللي طلعت ما يخالف. انا ما يخالف. لا تدخلني. انا لحظه. هذا وجهه نظر. انا العفو بس يعني لا اسوي. لا ما يخالف العفو بس يعني هل انا ممنوع اعبر عن رايي؟ اذا انا ممنوع اطلع. انا دقيت تليفون قالوا حياك يلا، قلت عندي وجهه نظر. دقيت تليفون قلت انا مدعو قالوا مدعو. زين طيب انا عندي وجهه نظر. عندي وجهه نظر. احترامك. انا اقول لك يا دكتور خلي الكلام بيني وبينك. تفضل. لا تشتتنا بالافكار. تفضل. لا تدخل المواضيع. تفضل. وجهه نظرك وصلت. تسمع. وبارك الله فيك. وجزاك الله خير. هذا بيان تفضلت فيه. هذا بيان قريته. مو بيان، هذا تصريح من عندنا وجهه نظر. ادري يحمل اسمك ولا يحمل اسم